مفترين يا سيادة الرئيس. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم. هذه المرافعة التي تحولت إلى مشادة بين المحامين وكادت أن تصل إلى تشابك بالأيدي تسببت فيها قضية نظرت فيها المحاكم قبل 19 عاما. أنا بدافع عن جامعة أزهرية، بدافع عن الأزهر، والأزهر له علماءه وهم كفيلون أن يدافعوا عن جامعة الأزهر. إيه يعني الأزهر؟ الأزهر له طبيعة خاصة بس مش ضد القانون. القضية بدأت عندما فصلت جامعة الأزهر الطالب سيد عبد الله من نهائي كلية الطب فرع البنين بعدما أجرى جراحة تحول جنسي ليصبح سالي في العام 88. إلا أن سالي حصلت قبل شهرين على حكم من المحكمة الإدارية العليا بالالتحاق بطب الأزهر فرع البنات. جامعة الأزهر التي أعادت سالي إلى المحكمة مطالبة بوقف تنفيذ الحكم ومستندة إلى وثائق عدة منها فتوى جديدة بأن سالي هي ذكر لا يجوز له الالتحاق بكلية بنات. مش بس كده، ده كمان تقرير فضيلة المفتي العالم الجليل أشار إلى أنه لا يجب أيضا دخوله كلية طب الأزهر بنين حتى. أما سالي التي تصدرت قضيتها قبل نحو 19 عاما عناوين الصحف وأصبحت قضية رأي عام في مصر، فقد عملت راقصة بعد فصلها من الجامعة وتزوجت وطلقت مرتين وحازت ليسانس كلية الآداب جامعة القاهرة. طب رقصتي ليه؟ يعني انت نقدر نقول بالنسبة لموضوع الرقص ده نوع من الندم، يعني ده نوع من تقدري تسميه يعني غلطة وانتهت. إلا أنها تصر على مواصلة دراستها في طب الأزهر. هم رافضين ان هم يعترفوا بالمرض ده، دي مش مشكلتي انا. اديني طب شرعي والنائب العام اداني الحق بكده، اديني عشان كده من حقي ان انا ارجع. ايه اللي يخليكي ترجعي تاني تكوني طبيب؟ لان انا بحب الازهر. قضايا التحول الجنسي أو ما يطلق عليه الخنوثة النفسية أو الترانسكس ما زالت تثير جدلا دينيا وطبيا في مصر على رغم عدم شيوعها. ففي الوقت الذي يرى فيه بعض الأطباء أن حال سالي مرض نفسي لا يمكن علاجه إلا بالتحول، يرى آخرون عكس ذلك. إلا أن الواقع يقول إن سالي ما زالت مصرة على أن تصبح طبيبة. رندا أبو العزم، العربية، القاهرة. طيب خلاص.